بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة أخوكم محمد الحمراوي، فني صيانة وإصلاح أجهزة منزلية، غسالات اوتوماتيك وفوق اوتوماتيك، ويعني تحت امركم في الدعم الفني. ورقمي طبعا موجود على القناة، اللي يتصل بي ان شاء الله برد عليه بقدر المستطاع، وبرد على حضراتكم في التعليقات. يعني ما ببخلش عن اي حد لا باتصال ولا باي معلومة على الاطلاق، لان طبعا احنا كلنا بنكمل بعض زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، ومفيش حد اتولد وهو متعلم كل حاجة، وربنا بيسخر ناس لناس، وبسخرنا كلنا لبعض علشان نفيد بعض، وعلشان نطلع بنتيجة كويسة في الاخر، ان احنا ناكل لقمة عيش بالحلال. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا على بركة الله. الفيديو بتاعنا النهاردة طبعا دي غسالة وايت بوينت زي ما حضراتكم شايفين كده، بتدينا عطل E2. E2 ده طبعا يعني في معظم الغسالات بيكون سويتش الباب. وطبعا الغسالة بتيجي في مرحلة الشطف او في مرحلة العصر بتدينا العطل ده. الغسالة بتطرد مية وتبتدي تدينا العطل ده كده زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة. فالنهاردة ان شاء الله بإذن الله هنتعلم ازاي نفك او نحل العطل ده مع بعض. اول حاجة طبعا ده ظهر الغسالة، بنبتدي نحل الغطاء العلوي الخارجي اللي هو بيبقى قافل على الصمام والليفل وسويتش الباب. الغطا ده طبعا بيبقى مثبت بمسمارين زي ما حضراتكم شايفين، مسمار من اليمين ومسمار من اليسار. زي ما حضراتكم شايفين كده بنفك المسمارين دول وبنخرج الغطا العلوي ده اللي بيبقى قافل على الليفل والصمامات. كده احنا فكينا المسامير بتاعة الغطا ده، وهنبتدي نخرج الغطا علشان يبان معانا الليفل والسويتش وكل حاجة زي ما حضراتكم شايفين كده. ده سويتش الباب، لو حضراتكم تلاحظوا هتلاقي السويتش مجنزر من الرطوبة والمية، والجنزرة دي طبعا بتعمل عازل، ما بتعملش توصيل للأطراف، فبالتالي الكارتة مش حاسة ان السويتش قافل. والسويتش ده طبعا بيكون امان للأطفال اثناء مرحلة الدوران السريع زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني مجنزر مش موصل خالص. وده طبعا الباب وهو قافل، يعني في مسافة ما بين الطرفين السويتش وبعض، بخلاف الجنزرة طبعا بتعمل عازل، الا ان طبعا الطرفين مش واصلين لبعض. زي ما حضراتكم شايفين كده بننظف بسكينة، بننظف الاطراف دي كويس. اول حاجة طبعا بنشيل الطبقة اللي هي عامل عازل عن التوصيل، وبعد طبعا ما نضفنا بحاجة حادة كده بننضف بصنفرة، نصنفر الطرف اللي فوق والطرف اللي تحت علشان لما يوصلوا ببعض يعملوا عملية توصيل والكارتة تحس ان الباب مقفول. زي ما قلت لحضراتكم ده طبعا بيبقى امان، او سويتش الباب ده بيبقى امان للاطفال. الباب لما بيقفل طبعا الطرفين دول بيوصلوا لبعض، فالكارتة بتحس ان الباب مقفول علشان تكون ده امان للاطفال. طبعا في معظم الاحيان ان احنا بنلجأ ان احنا نقفل السويتش ده على بعضه، بنعمل عليه قفلة، بنجيب الطرفين بتوعه نقفلهم على بعض ونلف عليهم عازل، وطبعا الغسالة بتشتغل بدون اي مشكلة وما بيعملش اي مشكلة في الكارت خالص. الا ان في سويتشات طبعا ما ينفعش يتعمل عليها قفلات زي سويتش الغسالة التوشيبا 13 كيلو. انا طبعا بقصد السويتش الامامي او اللوك الامامي اللي هو بيسموه المدفع، ده طبعا اللي انا اقصده. لان الغسالات العادية زي اللي قدام حضراتكم دي عادي لو قفلنا على السويتش عادي
مش هيحصل مشكلة في الكارتة ولا حاجة. وطبعا ده بعد ما نضفنا وصنفرنا بنجرب الغسالة زي ما حضراتكم شايفين كده، هنشوف هتدخل معانا العصر ولا هتعمل مشكلة برضو تدينا ايرور 2 زي ما كانت بتعمل في الاول. زي ما حضراتكم شايفين الغسالة اشتغلت معانا اهي، اشتغلت ودارت في مرحلة العصر، والعطل الاي 2 مش موجود خالص. ده طبعا يعني كانت حلقتنا النهاردة، ارجو ان هي تكون نالت اعجابكم ويكونوا اتعلمتوا حاجة جديدة النهاردة. زي ما حضراتكم شايفين كده فتحنا الباب الغسالة وقفت، بنقفل الباب وقفت وادت لنا عطل اي 2 علشان فتحنا الباب. معنى كده ان السويتش شغال مع حضراتكم، ما لغناهوش ولا عملنا عليه قفلة خالص. ده تاني الغسالة هتشتغل معانا زي ما حضراتكم شايفين كده، دخلت معانا في مرحلة العصر. هنبتدي طبعا نقفل الغسالة، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنسوناش طبعا ان انتوا تعملوا لنا لايك وشير علشان يصل لحضراتكم كل الفيديوهات القادمة. رجعت تاني للغسالة زي ما هي، نفتح الباب الغسالة تدينا اي 2، نقفل الباب بتشتغل معانا زي ما حضراتكم شايفين. بس فقط ان احنا نصنفر الجزء اللي قدام حضراتكم ده اللي هو سويتش الباب، وتشتغل معانا الغسالة ويزول معانا عطل اي 2. في النهاية طبعا ما تنسوناش من صالح دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.